هاي، كيفك؟ سافا؟ لك يقبرني جمالك. كمونة البندورة. ما في أخبركن شو طيبة بتعقد. اليوم رح نعمل أكلة تراثية لبنانية ما حتصدقوا قديه هينة، بس تعملها الماما مش معقول، سوبر يامي. أول شي بدي جهز هول تحويشة الكبة، وأنا بطحنها وقت بدي، هيك بتضلها تازة وفريش. يا الله، مش معقول، شو هالريحة الطيبة. للكمونة الخضراء بدنا برغل أسمر وكل شي عندكم خضرة فريش. وهلأ هون بالمكسر رح حط بصل، قشر حامض، فليفلة ملونة أخضر وأحمر، والحر أهم شي شقفة صغيرة وعكشة من الحبق، بقدونس، نعناع، وناقصني بس المردكوش ما عنديش، لهيك رح أضيف بس زعتر فريش، وبصل أخضر، برغل أسمر ناعم، تحويشة الكبة اللي عملناها ملعقة كبيرة، بعد ناقص الملح، وبطحنن، ما بدنا ننعمها كتير. وهي الخلطة بنضيفها على كل أنواع الكبة، إن كان فراكة أو كبة نية أو كبة بطاطا أو حتى الكبة بالصينية، وأهم شي تكون الخضرة فريش لتطلع طيبة. والريحة كتير بتشهي باي ذا واي، ما رح أنطر، بدي دوق. بيرفكت. بتعقد. كمونة البندورة بتجيب برغل أسمر ناعم مغسول ومصفى، وأوريدي هون جهزت بندورة مبشورة، وبضيفهم على السميد والكمونة، بصل، وشو بعد بدي حط رب البندورة، معجون فليفلة، هول هنن كلن، وبفركن سوا، بفركن وبتركن ليمتص البرغل كل مية البندورة، فرك هيك شايفين؟ اوكي، وبهالوقت رح نقطع بندورة، وبدي ضيف بقدونس، بصل اخضر، حبق، ونعناع. بعد ما نشفت الكمونة رح زيد خضرة وكلهم فرمتن ناعم، وهيك بحركن كتير منيح. وآخر شي زيت الزيتون وملح، بحركن وخلصت. That's it، ليكم أسهلة. وهيدي كمونة البندورة صارت جاهزة، وليكم أحلاها، اسم الله. فوالا، وفيكن تاكلوها مع خبز أو خس. وشو طيب مع البطاطا المقلية. أوه واو، وكتير اكسايتد ندوق، إنه في أطيب من هاللقمة ولو. يدلي شو طيبة. وشو هالكمونة يامي. وصحتين.